ممكن تسمع الجملة دي كتير، ودي قاعدة احفظها وطبقها واعمل عليها براكتس زي ما هي. بيقول لك ايه؟ if I were you. ايه؟ لحظة كده، مش كانت I was، مش I كانت بتيجي مع was؟ صح؟ صح. بس في القاعدة دي بالذات دي بتدل على الاستحالة. هو انا ممكن ابقى مكانك؟ لا. هو مثلا يقول لك ايه؟ if I were a billionaire، لو انا ملياردير. طب هو انا ملياردير؟ لا. فهو بيعبر عن حاجة مستحيلة. فبيقول لك مثلا ايه؟ if I were a dragon، لو انا تنين. هو انا هبقى تنين؟ لا. فبنستخدم القاعده دي على بعضها. if I were you، if I were a، وتحط الحاجه اللي انت. if I were an apple، لو انا تفاحه. هو انت هتبقى تفاحه؟ لا. فدي بتعبر عن الاستحاله. باقي الجمله بتقول I would واعمل حاجه معاها infinitive مصدر، او I wouldn't واعمل حاجه في المصدر. يبقى if I were you I would stay at home، او stay مثلا، او go to the beach، او go to the club، وهكذا. if I were you I would والحاجة اللي انت عايزها. عايز اقول لك مثلا if I were you I wouldn't call her، انا لو مكانك عمري ما كنت كلمتها. يلا اكتب لي 3 جمل فيهم if I were والحاجة اللي انت شايفها خيالية او مستحيلة، ووريني فهمت القاعدة دي ولا لا. ولو عاوز اكتر سيب لي مسج او كومنت وانا هظبطك. سلام.